صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب نظرية الفستق الجزء الثاني، ودي الحلقة رقم 8. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان: حيل يلعبها الناس. جرب استشارة أصدقائك في أي فكرة أو مشروع، ستلاحظ أن 90% منهم لا يجيد غير التثبيط والانتقاد والحديث عن الاحتمالات السلبية للفكرة، ويعود السبب إلى أن الإنسان بطبعه مخلوق محافظ، يخاف من المجهول ويرتاح للمألوف، يفضل الثبات والتراجع على الفعل والمحاولة وتجربة المستقبل، ويحاول نقل هذا الموقف إليك. أما القسم المتبقي من أصدقائك 10% فمندفع وجريء، يشجعك على المبادرة والاستمرار لدرجة تشعرك إنه يكاد يسرق فكرتك وينطلق بها بعيدا. القسم الأول لا يكرهك بالضرورة، ولكن يدرك إن نجاحك بشكل خارق يكشف فشله بشكل خارق، وهذا جزء من الألاعيب الذي يمارسها الناس في علاقتهم الاجتماعية بطرق واعية أو لا واعية. والحقيقة هي أن ميلنا الدائم للانتقاد والتثبيط جزء من أنماط التعامل السلبية بين الناس، تعلمت عنها الكثير في صيف عام 1996 ميلاديا حين كنت في لندن، واشتريت كتاب صغير بعنوان حيل يلعبها الناس. قرأت معظمه في أحد المقاهي القريبة لدرجة مر الوقت دون أن أشعر، فبدأت ألملم أغراضي، ولكنني نسيت الكتاب أثناء محاسبتي للجرسون. لم تتح لي فرصة إكمال الكتاب إلا بعد 20 عاما حين عقدت صفقة عبر الإنترنت لشراء نسخة مستعملة من قارئ أمريكي، ورغم وصول النسخة في حالة يرثى لها استمتعت بقراءتها كاملة، خصوصا ان كل حيلة يذكرها المؤلف تذكرني بموقف حقيقي وتجربة فعلية مررت بها سابقا. والكتاب كما يشير عنوانه Games People Play، يناقش الحيل والمكايد وأساليب الضغط التي يمارسها الناس مع بعضهم خلال تعاملاتهم اليومية. في الجزء الأول يقسم المؤلف إريك بيرني تعاملاتنا مع الغير من خلال 3 مواقف: الموقف الأبوي والموقف الطفولي والموقف الراشد. فرئيسك في العمل مثلا قد يتعامل معك اليوم بطريقة أبوية قاسية كرد فعل على تربيته المضطربة، وفي اليوم التالي بطريقة طفولية ساذجة تعتمد على رد الفعل أو مزاجه في ذلك اليوم، وفي اليوم الثالث بطريقة راشدة وواعية تعتمد على الاحترام المتبادل وتطبيق القوانين والأنظمة. أما الجزء الثاني من الكتاب وهو الممتع فعلا، فيتضمن نماذج وأمثلة لطرق التعامل المبطنة بين الناس، فنحن نلعب دائما مع بعضنا لاستعراض القوة وإثبات الذات وتحصيل المكاسب وتغيير آراء الآخرين، بل ونلعب ألعابا خاصة بالمحبين مثل لعبة القط والفار. ولصعوبة إيراد كافة القصص الموجودة في الكتاب سأكتفي باستعراض عناوين الألعاب الرئيسية التي ستذكرك فورا بقصص وتجارب مرت بك شخصيا. فهناك مثلا: هل رأيت نتيجة عملك؟ أو ماذا حصل لي بسببك وحاول منعي إن استطعت، لاختبار مدى جديتك. وكمان وأسلوب المساومة والحشر في الزاوية في المفاوضات مثلا. أسلوب تاني: تبني الشخصية المتمنعة رغم موافقتها وتشييع هذه اللعبة لدى الغيد الحسان، ومحاولة كمان توجيهك بطريقة لو كنت مكانك لفعلت كذا وكذا، وانظر كيف حاولت بجهد أو كم ضحيت من أجلك. وفي طريقة كمان والاستسلام المشروط بطريقة موافق ولكن بشرط، وكمان طريقة الاعتذار بأثر رجعي مثل كنت حينها أحاول مساعدتك. وطريقة كمان وتحميل الوزر الأخلاقي للغير،
طلب مني إبلاغك بوجود أتعاب أو الابتزاز المؤدب بطريقة تسعدني خدمتك، ولكن لدي طلب بسيط، وكمان في طريقة اطمئن سأفعل ذلك من أجلك، ولا أنصحك بالاطمئنان لمن يقول هذا، وكمان وتحريضك بأسلوب سأخبرك بأفضل طريقة لفعل كذا وكذا. وأخيرا لا تنسى لعبة التثبيط التي بدأنا بها الموضوع ويمارسها معظم الناس، إما طلبا للسلامة أو طلبا لبقائك داخل الجماعة. المهم فعلا ليس حصولك على الكتاب نفسه الذي لم يترجم للعربية أصلا، بل فهم فكرته وتمثل مواقفه وملاحظة ألاعيب الناس بطريقته. إن قلت هذا ستصبح أكثر ذكاء من عمر ابن ربيعة الذي انطلت عليه لعبة القط والفأر من الآنسة هند. كلما قلت لهند متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد. النظرية باختصار شديد جدا علاقتنا الاجتماعية ألاعيب غير مكتوبة نلعبها بطرق ليست دائما نزيهة. تقبلك للضغوط التي يمارسها المجتمع عليك هو ثمن قبولك داخله كفرد صالح. حين تضع نفسك مكان الآخرين ستصفح عن النصف وتتغاضى عن النصف الآخر. وبكده نكون خلصنا عنوان النهاردة وفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، علشان عايزين نوصل في أقرب وقت ممكن ل 500 سبسكرايبر. وكمان لو عجبكم الفيديو أو استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة ياريت تشاركوه حالة واتس أو فيس، علشان دي حاجة هتساعدنا ان احنا ننتشر ونستمر في الفيديوهات أكتر. وياريت تشاركوني في قسم التعليقات عجبكم الفيديو ولا لأ واستفدتوا منه قد ايه، ويا ترى اتفاجئتوا أصلا بالكلام الموجود في العنوان ده ولا انتوا قريتوه قبل كده أو عارفينه قبل كده. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.